لدى سقوط الدولة العثمانية عام 1924 أعلن الإمام يحيى حميد الدين المتوكل استقلال المملكة المتوكلية اليمنية في شمال ووسط اليمن، بينما بقي جنوب اليمن تحت الاحتلال البريطاني. تعددت أشكال العلم الوطني للمملكة المتوكلة اليمنية، فاتخذت في البداية علما أحمر عليه عبارة لا إله إلا الله محمد رسول الله بالخط الأبيض. وفي عام 1927 تم استبدال العلم بعلم آخر عليه سيف و5 نجمات كلها بيضاء. رمزت النجمات إلى أقاليم اليمن، وربما أيضا إلى أركان الإسلام الخمس. في عام 1962 قامت الثورة على النظام الإمامي الملكي في اليمن من قبل مجموعة من الضباط في الجيش، ليصبح المشير عبد الله يحيى السلال هو أول رئيس للجمهورية العربية اليمنية. وفي 7 أكتوبر من نفس العام أقر مجلس قيادة الثورة الخاص في صنعاء شكل ولون العلم الذي شابه علم اتحاد الجنوب، واختلف علم اليمن الشمالي بنجمة واحدة خماسية خضراء في مركز الأبيض ترمز إلى الوحدة والاستقلال. ونتيجة للثورة اشتعلت في شمال اليمن حرب أهلية ما بين الموالين للمملكة المتوكلية اليمنية، والتي كانت تتلقى دعما من المملكة العربية السعودية، وبين الفصائل الموالية للجمهورية العربية اليمنية، والتي كانت تتلقى دعما من مصر، وانتهت بسيطرة الفصائل الجمهورية في نهاية الحرب. وأثناء الحرب عام 1967 انسحبت بريطانيا من اتحاد الجنوب العربي الذي كان يضم محميتها في عدن عام 1967، وإثر ذلك اتخذ الاتحاد علما ذا هلال ونجمة بيضاوين على خلفية سوداء به شرائط خضراء وزرقاء فاتحة تتخللها شرائط صفراء أرفع. وفي 30 من نوفمبر من عام 1967 تحقق استقلال جنوب اليمن بعد رحيل القوات البريطانية، وأعلن عن قيام جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية، جمهورية عربية مستقلة ذات أيديولوجية ماركسية. فتغير شكل العلم الذي اختاره سابقا اتحاد الجنوب إلى علم ذي 3 خطوط أفقية، أعلاها الأحمر ثم الأبيض وأسفلها باللون الأسود. ويوجد شمال العلم مثلث سماوي اللون به نجمة حمراء. وفي عام 1989 زار الرئيس اليمني الشمالي علي عبد الله صالح اليمن الجنوبية، واجتمع مع الرئيس اليمني الجنوبي علي سالم البيض، وعرض عليه فكرة توحيد اليمن. وقد قبل علي سالم البيض الفكرة وعرضها على زملائه في المكتب السياسي واللجنة المركزية للحزب، والذين وافقوا عليها. في 22 من مايو من عام 1990 توحدت الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ليشكل الجمهورية اليمنية الحالية، والتي مثلها علم واحد تم اعتماده في نفس اليوم الذي تمت فيه الوحدة. ويتكون العلم الوطني للجمهورية اليمنية من 3 ألوان، هي على الترتيب من أعلى إلى أسفل الأحمر والأبيض والأسود في شكل مستطيل عرضه ثلث طوله، ويتكون من 3 مستطيلات، وتتساوى الألوان ال3 في الأبعاد. في عام 1990 تم اعتماد النشيد الوطني لليمن، وهو من كلمات عبد الله عبد الوهاب نعمان وألحان الفنان أيوب طارش. لون وقطعة قماش وهواء يمرر حكاية ترفرف في سماء وطن، حكايته هي حكاية علم.